اوريكي عملت ايه بواقي الكيكه. كان عندي كيكه في التلاجة، جمعتها وقطعتها حتت صغيره خالص خالص، وعندي مانجا قطعت معاها حبه مانجا صغيرين وهرستهم مع بعضيهم وحطيتهم في القوالب كده زي ما انت شايفه، وعملت لهم كريمه جميله قوي. هكتب لكم كل حاجه انا عملتها اهي، وهحط الكريمه كده. بعد كده هقول لك انا هعمل ايه دلوقتي تاني. تفردي كده اهو كده اهو، ابسط حاجه كده. نغطيها عشان ندخلها التلاجة شويه تمسك نفسها تاني اهو. الزياده شيليها، بس هو ميبقاش في زياده اهوت. انا خلصتهم كلهم وقفلتهم، هحطهم في التلاجة شويه، وبعد كده هقول لكم هنزوقها بايه تاني من على الوش. تعالي بقى ايه ننزل بالطبقه الثالثه والطبقه الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا مانجا اهي، انا هقول لكم المانجا دي انا عاملاها ازاي. طبعا مش هقدر احط حاجه غير المانجا علشان انا حاطه على الكيكه من تحت اللي هو الطبقه الاولانيه مانجا، مش هينفع يتحط حاجه تاني غير المانجا. لو كنتش حطيت مانجا كنت هينفع ان انا احط اي حاجه، انما كده انا حطيت مانجا مش هينفع. تعالوا التانيه اهي، انت بقى براحتك يا ستي الكل، عاوزه تزوقي زي ما تزوقي. بس عاوزه اقول لك بواقي الكيكه دي لو رميتيها انت اللي هتخسري، لانها جميله قوي 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 وحلوه ونعمه ربنا، مش هينفع نرميها، بنعالجها وبنظبطها. بس هكمل بقيه الكميه وارجع لكم حالا. ودي كده خلصت كل الكميه، وانا بكلمكم بقول لكم لازم نحط مانجا عليها عشان الكيكه كلها مانجا. بنتي قالت لي لا انا ماليش دعوه، انا عايزه واحده حطي لي عليها شوكولاته. يا بنتي الكيكه محطوط عليها مانجا، قالت لي لا انا ماليش دعوه. ودي كانت معاكم اهي. العلب ديت رخيصه جدا، علبه ب2 جنيه او 2 جنيه ونص حاجه زي كده، بس حاجه جميله حاجه مفرحه، حاجه تبسط ولادنا وحاجه نضيفه انت عارفه مصدرها ايه، من بيتك، وكمان انت اللي عاملاها بايدك. وبواقي الكيك، بواقي البسكويت، بواقي اي حاجه عندك بتظبط لك الدنيا وتعمل لك احلى حاجه في من البيت، عامله حاجه نضيفه وكويسه. ودي معانا كده العلب بعد ما قفلناها عشان ندخلها التلاجة، وحاجه جميله اهي. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، ويا رب تكون الفكره عجبتكم. واستنى اخواتي وحبايبي يقولوا لي يعملوها ويقولوا لي طعمها ايه. كمان المدارس جايه علينا، انتظروا بقى مني فيديوهات جديده وحاجات توفير عشان المدارس. كل سنه وانتم طيبين. استنوني في فيديو جديد. كانت معاكم ايمي في مطبخ مويا. باي باي واشوفكم في فيديو جديد.